الأديب الشاعر مبارك بن شافي الهاجري والحضور الكرام، والله يحييكم جميعا من ممشاكم الملفاكم. وأنا أرحب بحضور عضو منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس الأهالي محافظة ينبع الأستاذ الشيخ عبد الكريم بن عويض الحمدي. كذلك نرحب بسعادة اللواء أحمد الصيدلاني، وكذلك نرحب بالعميد من قائد منطقة المدينة المنورة، قائد منطقة المدينة المنورة أحمد الصيدلاني، وكذلك نرحب بالعميد والشيخ والشاعر عبد الرحمن بن مسعد العنيني. كما نشكر ونرحب في جميع الحضور، كما نشكر الشاعر وحكم شاعر الحجاز وديب الحجاز الشاعر سليمان بن سعد ذيب الحجاز، الشاعر على هرج البارح سليمان بن سعد العنيني الجهني الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في معرفة الأديب مبارك بن شافي الهاجري، الذي نعتبر معرفته ومعرفتكم مكسب لنا، وحضوركم هذه الليلة شرف لنا، فأنتم أهل الوفاء والكرم، والله يحييكم. سامحونا على القصور. تستاهلون العلم الزين. وفي بيتين والله كان ودنا في مجال يعني نكتب، لكن بعد المغرب يقول ينبع يرحب في قدوم الهاجري، ينبع يرحب في قدوم الهاجري، والبحر موجه للفرح سوى جسور تباشري، يا ديرتي تباشري ليلة فرح، ليلة تزيد أنوارها فرح وسرور بيوت، لكن قلتها من خاطري تعبر عن الإحساس من صدق الشعور. وعبد الكريم اسم لا منه طري، اسم ينومس بالغياب وبالحضور، شيخا بفعله كل رجال اندري، لف لوازم ربعه الجهنان دور، وحنا بحضور أهل المكارم نحتري، وحضور أبو عبد الله هضف النور نور، نجما تعلى فوق نجم المشتري، نجم تعلى فوق نجم المشتري، والله جعل حبه، والله وضع حبه في وسط الصدور، شوفت رجال المعرفة سرت ناظري، يا مرحبا مليون في كل الحضور، بحضوركم جو المشاعر ماطري، وريح المطر للبدو نبراس العطور، بحضوركم جو المشاعر ماطري، وريح المطر للبدو نبراس العطور، أبيات شعري نبع من مشاعري، ونبغى السموحة لو حصل منا قصور. سلامتكم.